السلام عليكم. يمكن الواحد والله مكتئب، مش عايز يعمل فيديوهات ولا يعلق على أحداث الرياضة اللي ماشية الأيام دي، ولا الأحداث اللي جارية، انسحاب الزمالك أو حتى ماتشات اليورو بسبب اللي حصل لإخواتنا في غزة. بس يمكن إذا طلعنا عملنا فيديو ولا حاجة وقلنا للناس تدعي لهم، يمكن حد يفتكر، يكون يعني يدعي دعوة ربنا يستجيب، ينصرهم ويخفف عنهم ويداوي جرحاهم. فأرجو من حضراتكم ما تنسوش الدعاء لإخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم يا رب، يا رب انصرهم يا رب، اللهم آمين. موضوع انسحاب الزمالك أمام الأهلي ومحاولة البعض الزج بالأهلي، مش عارف ليه يعني بتحاولوا تزجوا بالأهلي في الموضوع ده. يعني بعض الناس أو الإعلاميين الرياضيين الزملكاوية مش عارف ليه اللي عايزين يجروا رجل الأهلي بأي شكل. ده حاجة غريبة، يعني الأهلي ماله أصلا ومال القصة بتاعتك كلها؟ بالعكس الأهلي مضار. وإذا كنت أنت يعني بيانك طلعته وقلت إحنا بننسحب عشان خاطر المنافسة ومش عارف عشان خاطر تنظيم وما التنظيم، فده ضحك على الدهون. المنافسة الشريفة وسوء التنظيم وتكافؤ الفرص، فده ضحك على الدهون. لأن أنت لو مش من مصلحتك الكلام ده، يعني أنت ما بتطلبش حكام أجانب، ماشي ماتشاتك ما بتطلبش حكام أجانب، لأن عارف إن التحكيم معاك، عارف إن التحكيم معاك. ولو التحكيم مش معاك فأنت عايزه يبقى مع بيراميدز. أهم شيء الأهلي يفشل، أو أهم شيء الأهلي يخسر، زي ما قال الخضري، قالك مش مهم أي حاجة، المهم إن الأهلي ما ياخدش الدوري. فهي دي مشكلة الزمالك ومشكلة حتى الجمهور. عدد كبير من الجمهور، مش عايز اقول كل الجمهور، عدد كبير من الجمهور. انت مشكلتك مع الاهلي، مش مشكلتك ان انت تنجح يا جماعة. يعني دي مصيبة، ده مشكلة. الناس دي المفروض يعني تشوف علاج، تعالج نفسها، تشوف اي حل. لما انت يعني مشكلتك ان مش انت تنجح، لا، مشكلتي ان ده يفشل. لو هو يفشل ده نجاح بالنسبة لي، طب ده كده انت هتفضل فاشل طول عمرك، وان شاء الله الاهلي يفضل ناجح. هذه الناس الزملكاويه تشوف تراجع نفسها. اذا بيحصل ظلم تحكيمي، اذا حصل لك فرضا يعني، اذا بلعناها وحصل لك ظلم تحكيمي، فبيحصل للاهلي، وعلى عينك يا تاجر. انتوا شايفين بيراميدز، ما حدش بيعلق على بيراميدز واللي ماشي معاه. حتى اخر ماتش بتاع المقاولين اللي المقاولين معترض عليه، راحوا جابوا له حكم قاعد بقاله سنه ما بيحكمش، ويجيبوا له حكام لسه طالعين جداد يحكموا له، والماتشات ماشيه معاه زبادي خلاط. بس انتوا مش همكم اي حاجه، اي فريق طلع على كتافكم، بيراميدز ما مش مشكله يطلع على كتافكم، اهم شيء الاهلي، اهم شيء الاهلي يفشل. زي ما قال الاستاذ الخضر اللي طلع على الام بي سي امبارح مع ابراهيم فايق. مش مهم اي حاجه، مش مهم اي حاجه، المهم الاهلي ما ياخدش الدوري. الراجل بيتكلم يعني ايه يا جماعه؟ ده ايه الغل ده؟ فكر في نفسك طيب عشان تنجح وتحل مشاكلك. والمفروض دلوقتي اداره الاهلي، وطبعا اكيد ده اللي حاصل الايام دي، الاهلي بيحصر دلوقتي كل الخسائر اللي حصلت، خسائر رعاة، خسائر فلوس تحكيم، ملعب، اي خسائر، بس تلفزيوني، كل ده اللي الزمالك هيحاسب عليه، ولازم يحاسب عليه. الاهلي ما ينفعش يتهاون في الامور دي، لان الناس دي والاداره دي والعقليات دي ما ينفعش معاها الا التعامل بالطريقه دي. انا يا جماعه يعني مش بتكلم، انا مش بكره الزمالك، ولا يعنيني ان الزمالك بيكسب او يخسر. انا يهمني الاهلي ماشي صح ولا ماشي غلط. عندي ملاحظات على الاهلي كتير، بس انا مش هبص للزمالك. انما هم باصين علينا بكل شكل، حتى ينتقدونا احنا الجمهور، حتى يعني هم طالعين فخورين جدا بالاداره ان هي مشيت سمعت كلام السوشيال ميديا ومش. لا، انا بقول لاداره الاهلي ما تسمعش كلام السوشيال ميديا، لان انت عندك مليون حاجه بتاخد عليها القرار. في حاجات احنا ما نعرفهاش كجمهور، في حاجات احنا كجمهور ما يعرفهاش، احنا ما نعرفش الاشياء دي. يعني انت اللي جه درس القرار بتاع الزمالك، هل الزمالك المفروض هو قبل ما ياخد قرار هيلعب ولا مش هيلعب؟ انت رابح من القرار ده ولا خسران؟ كسبت هتكسب ايه وهتخسر ايه؟ انتوا كسبتوا كاس الكرام، يعني ده يكفي، فخلاص انتوا احرار. ادفع النادي مديون وب 60 نيله، زود الطين بل ابخى كيف. اذا بقى هيقف معاك حد بقى ويوالس معاك زي ما احنا شايفين، او يعمل، فما فيش مشاكل. بس الاهلي ياخد حقه تالت ومتل. مجلس اداره الاهلي لازم يحصر كل شيء، ما ينفعش التهاون، ما ينفعش التهاون مع النادي الاهلي، وبخصوصا مع عقليات زي دي، زي مجلس اداره الزمالك او الاعلاميين الرياضيين بتوع الزمالك او اللي بيتكلموا باسم الزمالك. العقليات دي ما ينفعش التعامل معاها الا بالاسلوب ده. ما تسيبش حقك ولا تتهاون فيه. يعني حتى الاستاذ ابراهيم المنيسي بيتكلم،
الاستاذ الخضري. فالراجل بيقول له مش مهم يعني بيقول له انه بيراميدز خد مكانك وهو اللي بيشارك في افريقيا بقاله سنتين. قال مش مهم، حتى مش مهم انسحب، يعني باللفظ كده قال مش مهم انسحب، المهم الاهلي ما يكسبش، المهم الاهلي ما ياخدش الدوري. فدي حاجه غريبه الصراحه. وهو ده سر انحدار الزمالك، ده سر انحدار الزمالك. انت نازل لان انت قاعد على مدار السنين كلها عمال تبص للاهلي كل كام سنه ما تخطف بطوله، لان انت قاعد مركز عينك عليه. حتى لو تتذكروا لما لعب نهائي القرن وكان معاه احسن لعيبه، برضه الرعب من الاهلي خد منه البطوله. الحمد لله البطوله دي كانت فارقه معانا قوي، الحمد لله، وان احنا اخدناها الحمد لله، لان هم يستحقوا كده فعلا. بيتكلم بقى على موضوع العداله والمنافسه. مش المفروض انت تتكلم على الموضوع ده اصلا، لان انت اكتر واحد مستفيد. وحتى اذا كانوا بيطمعوا يعني ان الاهلي يبقى واقف معاهم، الاهلي عنده مشاكل، بس ما انا من رايي ما تقفش معاهم. الزمالك بيشتكي ويعمل ونزلت بقى عليه مشاكل بسبب انسحابه، الاهلي ملوش علاقه. حتى لو انت مدار من الجدول الدوري، يعني حتى لو الاهلي عندنا مشاكل بسبب جدول الدوري وبسبب التحكيم، وعندنا والاهلي هو مطلع بيان قبل كده على التحكيم. انما ما توقفش مع الزمالك، لان الزمالك هو كان ماشيه معاه الامور. طالما انت ما طردتش عبد المجيد في ماتش سيراميكا، المفروض تعمل كده في ماتش المصري. تجاملني عشان اعدي زي ما بتجاملني في قبل كده وبعد كده، فما فيش مشكله. فاحنا الاهلي ما يقفش مع الزمالك في الموضوع ده، امشي فيه مع نفسك، لان دي مش نيتك، ده مش نيه الزمالك. وعايز اقول لكم يعني بعض الادله. لجنه المسابقات مش طرمخت على عقوبه جمهور الزمالك. جمهور الزمالك كان شتم في ماتش الاسماعيلي، والمفروض خد عقوبه 20,000. وشتم اظن في ماتش بيراميدز، لا الاول بيراميدز وبعدين الاسماعيلي، المفروض 20,000 حسب العقوبه حسب اللائحه. حسب العقوبه حسب اللائحه 20,000 في ماتش بيراميدز عقوبه اتخصمت عليهم. 50,000 في ماتش الاسماعيلي. المفروض جه بقى في الماتش اللي كان فيه شتيمه بعد كده، اللي هو اظن المصري، المفروض بقى يقف ماتشين جمهور، ما يدخلش ما يحضرش ماتشين للزمالك. يعني المفروض ماتش فاركو وماتش الاهلي، حضر الجمهور ماتش فاركو، وطبعا ماتش الاهلي انسحبوا منه وخلاص، ولا اتنفذت عقوبه. انا بقى بسال هنا الاهلي فين؟ ما سالتش ليه على العقوبه دي؟ ما سالتش ليه على العقوبه دي؟ طب هل العقوبه دي تطبق ليه؟ تمام. واقول لكم الزمالك مستفاد من، يعني ده على سبيل المثال، مستفاد كمان تصويت لاعب الجوله. تصويت لاعب الجوله اللي كان كل اسبوع لغته، يعني رابطه الانديه لغته، عشان خاطر كان جمهور الاهلي هو اللي راكب وهو اللي مكتسح وهو اللي مغطي على كل شيء. قام جايين لغوه. بيجاملوا مين؟ بيجاملوا الاهلي ولا بيجاملوا الزمالك؟ وبعدين عشان اقول لكم مين اللي اتضر اكتر حد من التحكيم؟ الاهلي، لان اهو الاهلي تحمل تكلفه انه يجيب حكام من بره. يعني في ماتشين الماتش 35,000 دولار، 70,000 دولار لماتشين. هيلعب المصري لسه وهيلعب بيراميدز ماتشين، في 3 ماتشات كمان جايب لهم حكام من بره. مين اللي مدار من التحكيم؟ الاهلي ولا الزمالك؟ انت طلبت حكام لاي ماتش، الزمالك طلب حكام لاي ماتش. عايزين نسال عقوبات الزمالك، بتاع عقوبه عبد الله السعيد فين؟ وعقوبه المدرب جوميز فين؟ ما تعاقبش ليه؟ حد يعرف حاجه عن الكلام ده؟ ولا اي حاجه. الزمالك اكبر فريق مستفيد، بس كان محتاج تزود له التورته شويه. انت مديله حته صغيره يعني، او هو من وجهه نظره انه واخد حته صغيره. لا، زود لي التورته شويه، انا عايز استفيد اكتر من الظلم اكتر عشان اعطل الاهلي. ما هو دلوقتي بعد عن انه ياخد الدوري، بس انا اعطل الاهلي عشان ياخدوا بيراميدز. فهيفضل وضعك كده مستمر. الحمد لله على نعمه الاهلي. السلام عليكم.